ابطال سنه اولى ابتدائي، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده الحصه الثانيه من شرح المنهج الترم الثاني باذن الله. طيب احنا دلوقتي هناخد درس ايه مس اسماء؟ احب مصر. احب مصر. طب احنا دلوقتي تعالوا نبص الاول. بصوا ده علم ايه؟ علم مصر. طب يلا نختار الالوان المناسبه لعلم مصر. ايه هي؟ عندنا يا مس اسماء الاسود، بلون باللون الاسود. طب ايه تاني؟ اللون الاصفر برضو. طب هحتاج الاحمر؟ اه. طب هحتاج الابيض؟ ايوه. هحتاج الازرق؟ لا. هحتاج البينك؟ لا برضو. طب يلا نقرا، يلا نقرا. احب مصر. دخل المعلم الفصل ومعه لون احمر ولون اسود ولون اصفر وورق ابيض. قال المعلم: من يعرف ماذا سنرسم؟ قال لهم: من يعرف ماذا سنرسم؟ يعني دخل المعلم الفصل، لما دخل كان معاه كام لون؟ كان معاه اللون الاحمر واللون الاسود واللون الاصفر، وكان معاه ورق ابيض. كان معاه 3 الوان، وكان معاه الورق الايه الابيض. قال لهم بقى، قال للمعلم ايه؟ مين اللي عارف احنا نرسم ايه؟ قال مهند: علم مصر. هتفت مريم وسعد معا: نعم، علم مصر. ابتسم المعلم ثم قال: هيا نبدأ. لون الجميع العلم. كتبت مريم: أنا أحب مصر. هتف الجميع: أنا أحب مصر. احنا كده نكون خلصنا الدرس، بس انا عايزه قبل ما تسمع معايا اهم حاجه انت تمسك الدرس وتحاول تقعد تقراه، وماما تبقى قاعده معاك تحاول تساعدك فيه. اهم حاجه تحاول تقراه قبل ما تسمع مني الدرس، وقبل ما تسمع مني برضو تحليل والمعاني اللي انا هقولها لك. يلا نكمل مع بعض، يلا نكمل. بس قبل ما اكمل انا عندي شرط واحد بس، اهم حاجه تنسى تعمل لايك على الفيديو، وكمان تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. يلا بينا. عندي دخله. دخل ده ايه؟ دخل ده فعل يا مس اسماء، احنا لسه هنعرفه. طب تعالى نكمل. المعلم. المعلم دي لام ايه؟ برافو عليك يا اللي قلت لام قمريه. طيب الفصل لام قمريه، ومعه لون احمر ولون اسود ولون اصفر. هو كلمه لون، انا عايزه حد شاطر يجاوبني، فيها مد بالايه؟ برافو عليك، برافو 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 يا اللي رديت عليا وقلت ما فيهاش اي مد. ليه يا مس اسماء؟ ده فيها مد بالواو. لا طبعا، وهتكون وقعت في الغلطه دي. عندك كلمه لون. لون اهي، الواو عليها سكون. هو ينفع في المد يا سنه اولى في المد بالواو يتحط عليها اي حركه، او في اي مد عموما احط عليه حركات؟ لا طبعا. مادام حطيتي عليه حركه يبقى انت مش مد على طول. يبقى كلمه لون دي فيها مد؟ لا طبعا. طب كلمة لون دي؟ لا طبعا. طب وورق أبيض. قال المعلم: من يعرف ماذا سنرسم اليوم؟ قلنا ماذا دي من أدوات الإيه؟ الاستفهام. عايزة أقول لكم إن من برضو من أدوات الاستفهام، وأنا كمان دي علامة إيه؟ علامة الاستفهام. قال مهند: علم مصر. هتفت مريم وسعد معا: نعم، علم مصر. ابتسم المعلم ثم قال. قال دي مد بالإيه؟ قال مد بالألف. طب فين الممدود؟ الممدود القاف. بعد ما لون الجميع، الجميع في مد بالياء، والميم دي الممدود. كتبت مريم: أنا أحب مصر. وراحوا الجميع، قال هتف الجميع: أنا أحب مصر برضه. طب يلا نشوف الظواهر اللغوية اللي هما بيقولوا عليها في كتاب سندباد دلوقتي. قال هو فعل وبيها مد بالألف، قلنا كده. الحرف الممدود هو القاف. الجميع بها مد بالياء، الحرف الممدود الميم. طيب الجميع فيها لام برضو ايه؟ لام قمرية. طب ماذا بها مد بالألف؟ الحرف الممدود. ده فيها مدين متشابهين، فيها مد بالألف اهو، والحرف الممدود بتاعه الميم، فيها مد بألف تاني اهو، حرف الممدود بتاعه ايه؟ الذال. أنا ضمير متكلم، بها مد بالألف. طب الحرف الممدود ايه هو؟ النون. برافو عليك. طب الكلمة بقى ومعناها. هتف. هتف. هتفت يعني صاحت، قالت صاحت. هيا يعني تعالوا تعالوا. الجميع يعني الكل الكل. طيب الكلمة والمضاد بتاعها. دخل عكسها خرج. يعرف معناها يجهل، حد عارف التاني يجهل مش عارف. اسود عكسه ابيض.
قال عكسه سكت. طب المفرد والجمع. المفرد المعلم جمعها المعلمون، لون جمعها ألوان، علم جمعها أعلام. بس كده يا حلوين، كده نكون خلصنا القراءة بتاعت أحب مصر. عندنا صفحة 21 واجب، 22 واجب، 23 واجب، 24 برضو واجب، 25 واجب، 26 27 واجب لحد 28. بعد كده انا هنزل لكم برضو الحل ده كله على صفحه يلا تاسيس على الفيسبوك، فلو لسه مش موجود معانا يلا بسرعه اعمل فولو للصفحه ولايك، وما تنساش تتفاعل على الصفحه علشان يوصلك كل جديد. باي باي.